مشاهير كتير تيك توكرز اتقبض عليهم من وزارة الداخلية، والكل بيسأل هو ايه اللي بيحصل بالظبط وايه التهم اللي متوجهة ليهم. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وزاره الداخليه بصراحه عملت الصح وبتعمل الصح بقالها فتره، والفتره دي حصل كام حمله مكثفه على مشاهير التيك توك، وده كان لاسباب مختلفه، لكن التهم الاساسيه كانت متشابهه كتير من الحالات. مثلا واللي هنبدا بيه وما كنتش متخيل ابدا ده يحصل معاه كده، لان اول ما شفت الخبر انا قلت ده متفبرك، لحد ما دخلت على صفحه وزاره الداخليه وتاكدت من الخبر. شاكر محظور دلوقتي، واسمه الحقيقي محمد شاكر حمزه. شاكر طبعا مش محتاج تعريف، بس اللي ما يعرفش اللي هو كان ضابط في الداخليه وبعد كده ساب الداخليه وراح للايفات التيك توك، وكان معاه صاحبه سعدني، وده كان معاه دايما وزي مدير اعماله. وشاكر كان معروف بدمه الخفيف وانه بيساعد الشباب. طب هو ايه اللي حصل؟ بعد ما اتقبض على اكتر من مشهور تيك توكرز، شاكر كان طالع لايف في العربيه، وكانت التعليقات بتاعه اللايف بتحذره بتقول له خلي بالك على نفسك، وهو ساعتها كان بيضحك ومشغل موسيقى الباشا تلميذ. فالكل ساعتها استنتج ان هو اللي كان مسلمهم، وان هو كان مدسوس وسطهم، يعني زي فيلم الباشا تلميذ كده. لكن بعدها بلحظات وحتى بنفس اللبس اللي كان طلع فيه في لايف العربيه، الداخليه قبضت عليه